ده يا جماعة شكل الجلاش المتطبق اللي عملناه معاكم بحشوة بسيطة جدا وطريقة سهلة. بصوا شكله حلو جدا ازاي. بصوا يا جماعة كأنكم والله فعلا كأنكم عاملين فطير. بصوا شكله حلو جدا، ريحته جميلة قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة جديدة للجلاش، هنعمل الجلاش المطبق. انا معايا ايه الاساسي في وصفتي؟ لفة الجلاش والمادة الدهنية اللي هدهن بيها، اللي هي سمنة او سمنة على زيت او زيت بس، يعني على حسب الرغبة. انا هنا حاطة سمنة على زيت. ومعايا ايه تاني؟ ومعايا جبنة. معايا هنا الطماطم شايلة البطن بتاعتها واخدة اللحم بس بتاعها. ومعايا زيتون. ومعايا هنا كان عندي قطعة فراخ صغيرة كده، حطيت عليها بصل وبشرت جزر وفلفل وشوحتها على البوتاجاز لما سويتها. ادي الحشوة. عندكم بقى لانشون، مفيش اي حاجة، ممكن نستخدم الجبن بس، ممكن نستخدم الجبن والطماطم والزيتون. اي حشوة عندنا، احنا مش هنقف على حاجة. هاخد بقى ايه، ورقة واحدة بس كده. ادي ورقة الجلاش معايا، هدهنها بالمادة الدهنية بتاعتي اللي هي السمنة بتاعتي. انا مش عايزه الحاجه تبقى دسمه قوي، فبدهنها بس مش يعني مش كتير. هحط بقى عندي الطبقه التانية. انا هخلي الورقه بالطول كده. طيب انا عشان ما احطش من هنا شويه هنا شويه، انا هخلط الخلطه كلها معايا مع بعضها. انا عندي دي هحط عليها الطماطم والزيتون معايا كده، واحط عليها الجبنه بتاعتي. طيب انا هنا بقى هحط الخلطه بتاعتي في نص الجلاش كده. وهعمل ايه، هجيب الجنب ده كده عليها، هتنيها عليها، وبعدين احط عليها مادة دهنية من اللي عندي، هدهنها كلها كده. وبعدين ابتدي اجيب الجزء التاني عليها كده، وهدهن النص بس هنا كده. هعمل دي كده كده تانينا النص، وهاجي هروح قلبة الجلاش، ورقة الجلاش كلها معايا الناحية التانية كده، وهدهن النص التاني كده سمنة، واروح تانية دي عليها. ليه؟ عشان ما يبقاش عندي طبقة واحدة في الحشوة بتاعتي تخرج منها، وفي نفس الوقت يبقى الجنبين نفس السمك. بص السمك ده والسمك ده نفس التخانة بتاعت الجلاش، فلما نيجي ناكلها تحس ان هي مش حتة تخينة كلها عجينة وحتة حشوة، لا كلها زي بعضها. هنعمل معاكم كمان واحدة. هكمل بقى الكمية كلها معاكم، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. ده الجلاش كله بعد ما عملناه مع بعض يا جماعة. تعالوا بقى نشوف طريقة تسويته هتبقى ازاي. دلوقتي هسويه ازاي. انا معايا طاسة حطيتها على البوتاجاز تسخن، هسيبها لما تسخن الاول، وبعدين هجيب الجلاشة بتاعتي اللي انا مطبقاها معاكم كده، هحطها على الجنبين، هدهنها مادة دهنية من اللي كانت معانا اللي هي السمنة على الزيت كده اهو. واروح حطها بقى في الطاسة، هدهنها من ناحيتين طبعا على نار هاديه. وعلى فكره الحشوه كلها مفيش فيها حاجه نيه، ده كلها مستويه. انا عايزه بس اخد لون للجلاش ده مش اكتر. على نار هاديه متوسطه عشان ما يتلسعش معايا. ما شاء الله كده خدت اللون ما شاء الله من الجنبين نفس اللون. فهبتدي بقى اطلعها واضربها كمان معايا. ما شاء الله خدت برضو لون من ناحيتين اهو، وعلى نار هاديه. بسم الله. ده يا جماعة شكل الجلاش المتطبق اللي عملناه معاكم بحشوة بسيطة جدا وطريقة سهلة. بصوا شكله حلو جدا ازاي، وطريقة تسويته على الطاسة زي ما انتوا شفتوا سهلة جدا. وممكن ان انا ادهنه واحطه تحت الشواية كله مرة واحدة في الفرن، واقلب بس ايه على الوشين. انا معايا هنا واحدة هجربها معاكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي مقرمش وجميل؟ طيب انا عايزاه طري، مش عايزاه مقرمش قوي كده. هغطيه بس معايا دقيقتين اتنين وهيبقى حلو جدا. بصوا يا جماعه كانكم والله فعلا كانكم عاملين فطير. بصوا شكله حلو جدا، ريحته جميله قوي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.